ششكت شوالي اصلا نينن مكروه مروف ششكت شوالي بقرتن انش الف وبيت سلفيتنا كوتشينوب مروف تعصبي بو كاسي بكت شنوب هم تبي تشنكي شيخ الباني ود بجد تشنكي الشيخ مثلا ابن عثيمين ود بجد معناه هذا حرام وحلال نخل منهج ما منهج سلفيتي منهج اهل السنه والجماعه ديفتشون الكتاب والسنه ابتجاشتن سلفه امتي وان بوخا فايده يجي اش مذاهب ورد وديفتشون علماء كن بل بيتعصب هاجي مع التقليد عالمه كي كربو اما التقليد دا امام الشافعي كان امام مالك خدا تعالى رحمه ببد تقول ششكت شوالي اصلا نينن وتقول مكروه مروف ششكت شوالي بقرتن وش بر چند علتك طبعا في چند هني تقول ومقصده ما في چند او اس بيجم وصار بك مش ششكت شوالي نخير بالكم مقصدك ديوم من وجه التراعي او جاء أبا امام مالك امام دار الهجره امام مالك يعني قدر قيمته بيدفنوك مروف بحث كتن مازنه بل الجل هندي أبا امامك هو صار مازنه ساكت مسالك هو صاده يخلد بيها و ششكت شوالي حديث صحيح به امام مسلم الرواية كري امام احمد الرواية كري غيري وانا الرواية كري وچندين يعني شواهد ومتابعات السري حديثي هينكو او كسي من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر بينها ميزانه جا مقصدهم هاج في چند او بي منهج ما منهج السلفيه منهج اهل السنه والجماعه ديفتشون كتاب والسنه ابتجاشتن سلفه امتي وان بوخا فايده يجي اش مذاهب ورد گرن و ديفتشون علماء كن بل بيتعصب تعصب بو كسي امناك چندين مساله هين عالم مازن يتوشي خلاتيد بين بل علماء هاتيرون كري چنابتن ابدا مروف تعصب بو چ ملا بكت چ شيخا بكت چ عالما بكت مخابني خاصه جبري که تعصب مذهبي يعني ولی هاتبي حتى المسجد الحرام ولی هاتبي 4 محراب 4 امام هبي يعني ايك دايد نويجه كت سحكتي امامي نحاضره امامي المري نحاضره وامامك دي نويجه كت جماعتك دياتت كرني بس ايو خد گرد نتشول جلوانا جماعت ندگرد وحتى امام بيج ندرست بيج دست بشتي كدي بيش نويجه يعني اون نويجه بكم هروصا ولی هاتبي تقوتن حرامه او حنفي بخوا ايكا شافعي بينتن اوصى يعني حتى زواجي نو بين هنا ده حرام ببي چنكي نلسر مذهبت الدوبي بل دموي كي قد درسته اگه ايكا شافعي بدمرو بخوا بينتن اگه كچا شافعي بت سر مذهب امام شافعي بدرسته بس چوا دي معاملات اهل الكتاب الجريد كرني كچوا درسته مرو اهل الكتاب اگه بخوا بينتن ها وجه وصل درسته يعني حتى في رادي وصل تعصب زياده ببي وجبلي تبديعي وجبلي تفسيقي وتكفيري او يكون نفس المذهب بجساتي حتى ولي هات إيكش علماء مذهبك أبو حسن الكرخي بجتن كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة بجت هر آياتك هابتا مخالفة أو أصحاب علماء ما أبيتكم مذهب بملسر مخالفة في چنده بد أو آية آن يهاتي تأويل كرني تأويلك بوادي دانه يهاتي نسخ كرني هر بجت وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ هر حديثك جهابت مثلا حديثك صريح بجتن هوبكن مادام امامي وي مثلا بقول مش امي بيجن ابو حنيفه نغوتا هوبكن انا بنس سنته او دي بيجي دياله حديثه هني ان ضعيفه ان تاويلاتي كده معنى جيابو هاتي دوني ان جياتي نسخ كده الرصح حتى بدرجه قلبرا بيجن ولا يجوز تقليد غيرهم ولو كانوا من الصحابه بتشنابتن مروف تقليد تشكاسي بكتش بلي فون شور مذهبا يعني حتى اوانا رساله كتاب السرند نفسين بيتفيها مروف تقليد ايك جوان شور مذهبا بكتن مش حتى اگر الصحابه جاب تشناب تقليد هو ساكن الصحابه خير ترو باشترن ان امام شافعي وامام احمد طبعا الصحابه قالوا شو خير ترو باشترن بس بجتن تشناب جواب احكي يعني كورتيه كرسال شنوار التعصبي هجملوف تعصبي بو امامك بكت بو مذهبك بكت بو شيخك بكت المعلومه الفهميه يعني هذا دسبيكا يعني بكون بجنش الف وبيت سلفيتنا كوتشناب المروف تعصبي بو كاسي بكتن همول دسبيكي ام جبر هندي بين سلفي از بخويك شلون بين چنكي ديف دليلات شون خدي سر شهاده نجبر تشتكي از بيجن بس از ام دف سلفيه دو سلفه بيجن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بولو مناف اف صفات في قوه مثلا بردان راه بچكي بو مشكله بي دسبيكي اوانات گوت چنینه اوانات گوت نه واجبه از این دفعه و دو بشه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود بجتن از چم دف صوفیا و دو بشه نه برا اف زمان نه زمان هندی ام رفقا پاقش بک حتی دمایتی
بقول معناه منهج حق منهج كتاب والسنة يعني هاش هنجي الحمد لله يعني هيش دست بيك سلفيات الحمد لله بفضل خدا من ديف شنو دليل هم تشوي يعني أبد تشتكي هر كسا كي بب سلفي يعني السبب الرئيسي أول تشنكي سلفي ديف دليلات براستي كتاب والسنة تجبر تشي تشي تشندين آيات وحديث السلنداتي بنو من أخذ تعالى بجد أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله نكف بيشو خدوا بيغمبري عليه الصلاة والسلام ابن عباس بجد لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة سحكي معناه منهج ما كتاب والسنة تجاه شنو صحابة ولا تقولوا حتى يقول إمام ابن قيم بجد ولا تقولوا حتى يقول ولا تأمروا حتى يأمر ولا تقطعوا أمرا حتى يكون هو الذي يحكم فيه شتشتونا بجن شأمرنا كن إلا أو خدوا بيغمبري عليه الصلاة والسلام قوتي أروصى سفيان الثوري بجد لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بقول ولا فعل شنو بدنا اخفتنا كي مروف بيشو خدي پیغمبري صلى الله عليه وسلم كافت يعني حوش ماني نسي باقا مروف بيشو خدي مودي چو كافت نو بيشو پیغمبري عليه الصلاه والسلام مقصد بي اوا تو تشتكي نبيجي خديش بري تو نقود بت خدي سبحانه وتعالى اروص پیغمبري عليه الصلاه والسلام ونقود يوم فعلك تنكي وانا بري تنادو بت اروص فان تنازعتم في شيء معلومه الدف مهميه فردوه الى الله والرسول اروص ايات ايدي فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون أف آيات ثانية وحديث تجري الله هميل سر هندنا كمروف بس ديفشونا كتاب والسنة يبكي يعني في قوة شنا بتن أزبجم تا فلان تشت حرامة تبيجي مكان دليل تا أزبجم قال الشيخ فلان مثلا تبيجي الشيخ فلان هو بيجتن هندك جرى مروف قول فان تشتغل راسيم لازم مروف في الشوار بتن جرى يدير خاب زغرة كلام علماء دي مروف عند جرى بيجت الشيخ ابن عثيمين هو بيجت الشيخ ابن باز هو بيجت الشيخ الباني هو بيجت بس لازمته بدليل ذا بيجي او كدليل بيجي شنو بهم تبيجي تشنكي الشيخ الباني هو بيجت تشنكي الشيخ مثلا ابن عثيمين هو بيجت معناه هذا حرام وحلال نخي ساكي امام ابو حنيفه كورتيز عندك اقوال علماء هرشار مذهب وبعسكم بيجت اذا صح الحديث فهو مذهبي هذا الحديث صحيح هو مذهبي من هذا بيجت لا يحل لاحد ان ياخذ بقولنا ما لم يعلم من اين اخذناه بكسنا حلاله اخفنا ما ورد هجر نظرتن كمش كيف ورجرته إمام مالك بجتن إنما أنا بشر أخطي وأصيب أجب بشركم خلت بم درست بم فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه هل تشتكى مجود بتن موافق الكتاب والسنة بت ورجرن وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه أودج الكتاب والسنة بت بيرن بلا أخفنا مجبتن هل وصل بجتن ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم هر عالمك هذا الجلي بسمه جلي برا يعني سردم پیغمبري بيقول عليه الصلاة والسلام حتى الصحابة بد حتى إمام أبو بكر إمام عمر بد شنو بتتعصب بو كسي بيكش بلي پیغمبري صلى الله عليه وسلم يعني موجب ما زنتر أغا منهج أهل السنة بروستي أصلا كش أصول أهل السنة والجماعة يعني أغا لازم تشتك بتن الدفع فرج يعني تشتت وضوح واشكال يتكو تشك متى نبن قام تعصبي بو إمام ونكن شيخ ومشايخ ونكن إمام مالك خد تعالى جرازي بتن بسيار الجهاد كني قلتي أصابع الرجلين تخليل أصابع الرجلين يعني مروف دست تخد دست نفيجي دا أوصل تلي تخاب كنوف إيك دا وهندي أو صويت بيو مثلا دا بتر أوف بتشتني دا وجهت أوف نجهني قلت متشتش تلفيري نديتا دربوري فيتش عندي متشتش نديتا إيك دي قلتي يعني كو ابن وهبة والله أعلم بجتي عندنا في ذلك السنة قلت بلي ما سنتك هاي بيغمبري عليه الصلاة والسلام كو فيت تلاخوا دست نفيجا قرتي و نوف بين التلت خدا يعني وكنت بجن أوفو غاندي محاولة كري تلو خوا كري نوف تلت خدا إمام مالك قد إن هذا الحديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة أف حديث بجن تجا قولي نبيا فيغو في نابتا قال ابن وهب فكان يأمر بتخليل الأصابع جشوير بيبا إمام مالك قد خالكي هنجي تلت خواب جامرين يعني دست خواب كن تلت خواب نوف تلت خدا دا أوف بجهاتي شنكي سنة دا بيغمبري عليه الصلاة والسلام سحكي إمام مالك أف حديثة قولي نبي بل ساكت شنجي بشتينجي يقول لي إكسار ديفتشو أروص إمام الشافعي بجتن أجمع المسلمون على من استبان له سنة عن رسول الله لم يحل له أن يدعها لقول أحد إجماع بصرمان والسرهندية أجر السنة بيغمبري عليه الصلاة والسلام بومرو في ديار بتن شنابت مروف قولي بيغمبري عليه الصلاة والسلام بهلة بقول تشكاسا أروص بجتن كل ما قلته فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى حديث پیغمبری صلى الله عليه وسلم بيشترى إمام أحمد بيجد لا تقلدني تقليد مناكن ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعية ولا الثوري يعني سبحان الله قال برا
إما تشو الشيخ مقبل تقول تجارة تقليدي أم ناكن هجا ما التقليد عالمه كي كربا أما تقليدا إمام الشافعي كن بوچی چنکی او قدر تربین و مازن تربین سکه امام احمد بيجي نه تقليدا ما بكن نه تقليدا امام مالك نه شافعي نه اوزاعي نه ثوري ابدا وخذ من حيث اخذوا كوانش كيني ورغرتا كينجي شوير ورغرن هر وسط قلت من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكه اويكو حديث پیغمبر صلى الله عليه وسلم بو بيت قلت انه رد بك ور نگرت راستي ابل سر هلاكتيه بجا مقصدهم تشيش بتشند اذا راستي يعني أصول أهل السنة والجماعة اتباع الكتاب والسنة وعدم التعصب لأي شخص ولأي مذهب ولأي رأي أبد شنو بمروف تعصبي بكسب كتب